Muchas gracias. La Asociación Culture de Genève, en persona. شكرا سيدة رئيسة المنتدى. يتحدث إليكم عزيز كالو ممثل الجمعية الثقافية الكردية في جنيف. منذ نشوء الدولة السورية لم يتضمن دساتيرها على أي حقوق أو ضمانات لحقوق الأقليات، علما أن سوريا دولة تنوع القومي والإثني، بل حدث العكس خلال تعاقب الحكومات تم إتباع ممارسات تمييزية وعنصرية بحق القوميات غير العربية في سوريا وتحديدا الكرد منهم، وتجلى التمييز بشكل أساسي من خلال المشاريع ومراسيم عنصرية مثل إحصاء الاستثنائي عام 1962 ولاحقا بمشروع الحزام العربي الذي كان يهدف إلى تغيير البنية السكانية في المناطق ذات غالبية الكردية في شمال السوري. ورغم مرور عقود على تطبيق هذه المشاريع ما يزال الضحايا يأملون بحلول مستدامة ورفع الظلم عنهم وتعويضهم عن عقود من الحرمان. في المقابل ومنذ اندلاع النزاع السوري برزت أنماط جديدة من انتهاكات بحق الأقليات في سوريا، وخاصة تلك الجرائم التي مارستها وتمارسها المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا. أن الكرد والباقي الأقليات يعانون من انتهاكات يومية في مناطق عفرينة ورأس العين سريكانية وتل أبيض من قبل الفصائل، ومنظمات المجتمع المدني تستغرب سكوت الدولة السورية والمجتمع الدولي عن هذه الجرائم الممنهج ضد الكرد. التوصيات: وجوب الإقرار بحقوق القومية المشروعة بموجب العهود والمواثيق الدولية للشعب الكردي وباقي الأقليات في سوريا. أولا، العمل على مشاركة الكرد وباقي الأقليات في العملية السياسية واللجنة الدستورية، وننوه إلى أهمية الدفع باتجاه إنهاء احتلال التركي للأراضي السورية وضمان محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ووقف سياسة التتريك في مناطق الكردية المحتلة. وشكرا لإصغائكم. Muchas gracias.